كيفية عمل تقييم مخاطر، ريسك اسسمنت. لو انت شغال في مكان ما عندكش خبرة لسه مبتدئ وطلب منك انك انت تعمل ريسك اسسمنت، هتعمل ايه؟ هعرفكم ان شاء الله ازاي تعملوا تقرير ريسك اسسمنت بسرعة. اول حاجة لازم تكون عارف 5 خطوات لتقييم المخاطر. اول خطوة عندي حدد الخطر. يبقى اول حاجة لازم تكون عارف 5 خطوات لتقييم المخاطر. اول حاجة حدد الخطر. يبقى ايه هما 5 خطوات؟ اول خطوة عندي احدد الخطر. يبقى انا احدد المشكلة بتاعتي واعرفها. واقول انا عندي مشكلة كذا. what is the hazard؟ ما هو الخطر؟ what is the hazard؟ اقول انا عندي مشكلة كذا بالظبط. ماخدش كذا مشكلة مع بعض عشان يكون التقرير او البند اللي انا شغال فيه يكون محدد. تاني حاجة احددها من الشخص او من الفعل اللي هتصاب بالخطر. تاني حاجة حدد من قد يصاب بالخطر و might be harmed، من الذي قد يتضرر. خطر الجسدي للاحتراق ده خطر. يبقى تاني حاجة من الشخص او من الفئة اللي هتصاب بالخطر. هل هم موظفين؟ هل هم عمال؟ هل هم طلاب؟ هل هم زوار؟ بحدد الفئات التي قد تصاب بالخطر ده. تالت حاجة بقوم بتقدير الخطر. على حسب تقديري. يعني بشوف هل هو خطر كبير، هل هو خطر منخفض، هل هو متوسط، هل هو عالي جدا. بقوم بتقدير الخطر والإجراءات الاحتياطية ضده. رابع حاجة بسجل الكلام بتاعي ده، سجل المخاطر والاحتياطات اللي حتى يمكن تطبيقها، وفي نفس الوقت ببدأ اخد احتياطاتي او اجراءات انا بحاول احل بيها المشكلة. خامس حاجة ببدأ اراجع التقييم ده عن طريقي او عن طريق حد تاني، عن طريق حد تاني معاون ليا او زميلي او مديري او جهة بتفتش عليا، او جهة بتيجي تفتش عليا وتشوف الخطوات اللي انا عملتها ايه. رقم 5 راجع تقييمك كل فترة.